احنا كنا بنبتدي ازاي؟ العواف، ازيكم؟ مساء الخير. افتكرت. هاي، ازيكم؟ انا مريان وهكون معاك في ABC Parenting Tips. يلا بينا. في شوية كلمات جوهرية محتاجين ان احنا نكون بنتعلمها وكمان بنعلمها لولادنا، زي لو دخلنا مكان نقول صباح الخير او مساء الخير، لو محتاجين حاجة من حد نقول لو سمحت ممكن تديني كذا، او استأذنك ممكن تديني كذا. لما حد يديني حاجة اقوله شكرا، لما انا ادي حاجة لحد ويقولي شكرا اقوله العفو. الكلمات دي يا جماعة جوهرية جدا، محتاجين ان احنا نتعلمها ومحتاجين ان احنا نعلمها لولادنا. لما ولادنا يسمعونا ويشوفونا بنستعمل الكلمات دي في كلامنا هيخليهم هم كمان يقلدونا، وده هيطور من مهاراتهم اللغوية ومهاراتهم الاجتماعية عامة. هيعرفوا يتعاملوا في المجتمع، هيعرفوا يقولوا ازيك، هيعرفوا يقولوا ايه الاخبار، هيعرفوا يقولوا صباح الخير، هيعرفوا يقولوا الو عامل ايه، هيعرفوا يتعاملوا في المجتمع. كمان حلو كمان جدا ان احنا نعلمهم ان هما لما يشوفوا حاجة حلوة يعبروا، يقولوا انه دي حاجة حلوة وشكلها جميل، اقول الله ده جميل، ده حلو، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. مهم ان احنا نعبر، وكمان مهم ان هما يتنقل لهم التعبير ده. لما اشوف ابني لابس حلو ومتشيك وجاي يوريني شكله، اقول له الله شكلك حلو قوي، علشان هو كمان يبتدي يعبر، ولما يشوفني حلوة وشكلي حلو يقول لي ايه الحلاوة دي او ايه الجمال ده، يعبر عن الحاجة الحلوة اللي هو بيشوفها. لما نشوف حاجات حلوة مثلا وردة او السما شكلها حلو والسحاب والحاجات دي كلها، نعبر ونقول الله دي حاجة حلوة شكلها جميل. لما نشوف صورة حلوة، الله دي صورة حلوة. محتاجين نتعلم ان احنا نعبر ونعلمهم ان هم يعبروا عن المشاعر الإيجابية اللي جواهم، يعبروا عن الجمال اللي هم شايفينه، يعبر حتى لو حاجة مثلا شافوا حاجة مش عاجباهم يقولوا لا دي شكلها مش قوي. ازاي هيعبر عن الحاجة دي اللي مش عاجباه بطريقة ما تجرحش اللي قدامه؟ يعني مثلا دي حلوة ممكن نزود عليها كذا وكذا وكذا. التعبير ان هم يتعلموا ازاي يعبروا عن نفسهم وازاي يتعاملوا في المجتمع، دي حاجة مهمة جدا ان هم يتعلموها، ومش هيتعلموها من اي حد غير مننا احنا. محتاجين ان احنا ننقلها لهم. احنا دلوقتي بقينا ما بنصبحش على بعض، ما بنقولش صباح الخير، ما بندخل مثلا المحل نقول هات لي كذا وكذا وكذا وكذا، ما حتى مش بنقوله لو سمحت او استأذنك. المعاملات دي مهمة جدا ان احنا نتعلمها، ومهم ان ولادنا يشوفونا بنتعامل بيها، لانه هي دي اللي هتخلي الدنيا تمشي، وهتخلي يعني الحياة بتزك معانا كده. ما ينفعش ادخل واخد في وشي واخد الحاجة وامشي كده، اقول شكرا، اقول العفو. الكلمات دي والحاجات دي مهم لان هي بتخلي الحياة اسهل، وبتخلي الدنيا الطف مع بعض. لو عجبكم الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ميرسي، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.